فوق النجاة، إدارة الزمالك تطالب بهذا المبلغ من أجل رفع إيقاف القيد. تقارير إعلامية صادرة اليوم أكدت أن إدارة نادي الزمالك تحركت من جديد من أجل الحصول على 700 ألف دولار نظير مستحقات الزمالك من المشاركة في بطولة دوري الأبطال الأخيرة، خاصة وأن الزمالك في حاجة إلى هذا المبلغ من أجل حل أزماته المالية وتجميع أموال المستحقات المتأخرة في الاتحاد الدولي لكرة القدم ورفع القيد الموقوف حاليا. التقارير الإعلامية أشارت إلى أن الزمالك بدأ في مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشكل رسمي من أجل الحصول على هذا المبلغ، خاصة وأن الزمالك في أشد الحاجة إليه ويسعى إلى تجميع أموال له خارجية من أجل حل أزمة إيقاف القيد. يذكر أن إيقاف القيد موجود حاليا لحين دفع مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي مقابل عودة شيكابالا عام 2015، بالإضافة إلى مستحقات اللاعب الغاني إتشمبونج مهاجم الزمالك السابق. وكانت إدارة الزمالك قد اتفقت مع إدارة اتحاد كرة القدم المصري على تحويل أي مستحقات خاصة بنادي الزمالك إلى حساب اتحاد الكرة، وذلك بسبب حجز ممدوح عباس على أرصدة نادي الزمالك خلال الوقت الراهن.